موسيقى وفنان سعودي مطرب وملحن لديه الكثير من الأعمال بالساحة، منها أغنية سنجل بعنوان تعوذ الشيطان. تعاون مع الفنان فؤاد عبد الواحد في عملين، ولحن أعمال خاصة للفنان رابح صقر وأيضا للفنان عبد المجيد عبد الله. نرحب بضيفنا الفنان سالم الشايع، يعطيك العافية وحياك الله. يا هلا وسهلا. يسعد صباحك. وصباحك يا صباح الخير يا فنان. صباح الورد. خلينا نقول كلنا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا متعود ما شاء الله. اهم شيء اقرا المعوذات قبل ما نسمعها. شلونك يا فنان؟ تمام والله. نور معنا. خلينا نقول لك كل عام وانت بخير. انت طيب ومن العايدين والله يعود عليك بالصحة والعافية يا رب. طيب خلينا نتكلم كبداياتك، متى تعلمت العزف وعلى آلة العود خاصة؟ تفضل. بدايتي طال عمرك تقريبا عام 99 بديت يعني اتعلم على عزف آلة العود. جميل. تقريبا بديت اتمكن عام تقريبا 2007 تقريبا. جميل. ولي طبعا اعمال قديمه، بس يعني كنت انا متعاون مع شركه رهوان تبع ابو بكر سالم. نفذت البوم كامل، لكن في النهايه ما اكتمل العمل. ايوه ابتعدت فتره طويله عن الساحه. تعودت من الشيطان. ايوه تعودت من الشيطان. ايوه نعم صحيح. جميل. يعني في المقدمه تعاونت مع فنانين كبار ما شاء الله، ما بين رابح صقر، فؤاد عبد الواحد، وعبد المجيد عبد الله. صحيح. السؤال حاب اسالك اياه، بمين تاثرت ومين كان دعمك؟ تاثرت براشد الماجد. الله. احب راشد كثير بصراحه. وش اسمه، بالنسبه للدعم احب اشكر الشاعره عهود، دعمتني في التعاون مع الفنان فؤاد عبد الواحد في اغنيه لون العسل وصبر جدي. الله. طيب احنا لان الفقره اللي قبل كانت فقره اجتماعيه، فكنا لابد ان احنا نتحاور ونسال. الان ابي اريح، ابي اسلطن، ابي استمتع. من عيوني يا حبيبي. ابشر ابشر. وش تبون تسمعون؟ اكتبوها سنة. حاضر ابشر. اريدك يا عذاب العاشقين تروح بحفظ مولاك وتجينا. أريدك يا عذاب العاشقين تروح بحفظ مولاك وتجينا، ولكن لطول في غيابك كفاك الله شر الحاسدين، ولكن لطول في غيابك كفاك الله شر الحاسدين. أريدك يا عذاب العاشقين. الله. أريدك حبيبي يا عذاب العاشقين. ما شاء الله عليك. هذا الراشد سندباد راشد الماجد. طيب بسألك سؤال سالم، يعني أنت تعاونت مثل ما ذكرنا مع الفنانين الكبار، كيف تشوف شخصياتهم؟ تحب واحد من الكبار، هي مرة قريب مرة تعشق. كيف تشوف شخصياتهم؟ فهي تبي تعرف الشخصية. كيف تشوف شخصياتهم مثلا أثناء مثلا التعاون والعمل، وإيش قدمت لهم مثلا على سبيل المثال رابح إيش قدمت؟ إيه رابح صقر، كنت بقول لك على سبيل المثال رابح صقر. رابح أنا تعاونت معه في عمل خاص، شخصية جميلة بصراحة، إنسان يعني قمة في التواضع، إنسان بسيط يعني، شخص مخرجنا نبغى الكاميرا وهو يمدح رابح. دقيقة نرجع نعيد. حط الكاميرا على رضا مخرجنا، لأن احنا نشوف في السوشيال ميديا خفة الدم. شلون أبو صقر؟ لا أبو صقر ما يحتاج، يعني قمة في الأخلاق بصراحة، شخصية لطيفة بسيطة جدا، ما فيها أي تكلف ولا شيء. جميل. مبسوطة. طيب نسمعكم شيء. طيب وش ناوي تسمعنا؟ تبون شيء خاص ولا شيء اوكي؟ رابح. رابح لحظة. ولا
تسمعون عبد المجيد؟ انا عبد المجيد ولا انا حاليا على ان يرضي الطرفين. طيب حاضر. نسمع رابع بعدين طيب. نسمع عبد المجيد. حاضر. خلاص. وين انت ما هي مثلي، وين انت دايم، يلا وين انت هالمرة على الفين، وين انت يا مطول الغيبات، وين الغنايم، ما بي ولا حاجة سواك انت، لا انت اسمع وانتلي وين انت دايم، وين انت هالمرة على الفين، وين انت يا مطول الغيبات، وين الغنايم، ما بي ولا حاجة سواك انت، لا. الله الله يا الله الله، يسلم الصوت ورائع حبيبي الله يسلمك. ما شاء الله. الله يسلمك. طيب خلينا نتكلم على الالحان اللي لحنتها او قدمتها للفنانين. مو من الفنانين اللي قدمتها؟ الاعمال الرسميه فؤاد عبد الواحد ما شاء الله. كلمات الشاعر عهود، توزيع الاستاذ محمد الخطيب. ما شاء الله. بس اغنيه ما اخذت يعني دعايه كبيره وكذا، عمل جميل بالذات لون العسل. ان شاء الله. ان شاء الله. لا وان شاء الله الاعمال المستقبليه. بإذن طيب الله. شلون تشوف نفسك في الساحه الفنيه؟ والله انا اختفيت فتره طويله اكثر من 12 سنه تقريبا، لكن ما شاء الله الفتره الاخيره يعني في حراك فني، فان شاء الله راجع الفتره الجايه بشكل اكبر يعني. مع مين حاب تتعاون مرة ثانية؟ يعني مين كفنان ولا كشاعر؟ أكيد فنان. كفنان والله راشد، احب راشد انا. سندباد. اي نعم. ان شاء الله يا رب، ليش إن شاء لا؟ الله بإذن الله. يعني كان في واحدة كانت من الضيوف اللي عندنا في صباح السعودية كانت تطمح انها تغني كورال مع عبد المجيد، من منصة صباح السعودية تغني الان مع عبد المجيد ما عبد شاء الله. الله، جميل. تعرفين؟ بالفعل. أبو عبد الله ما شاء الله فنان رائع بصراحه. طيب على طاري عبد المجيد عبد الله فنان رائع، وش نسمع عبد المجيد؟ ابشر نسمعكم أبشر شيء بالجميل. اكيد تحبونه، شيء جميل. وش بتسمعنا؟ ما بين بينك. الله. بس بتشارك معي ان شاء الله. والله قولها مرة ثانية شو اسمه؟ ما بين بينك. اشارك معك؟ طيب تفضل حبيبي. ما بين بعينك على كثر ما جاك، لو حسافة ليتني ما عطيتك، تخطي وعذرك وتحمل خطاياك، الله. هويت غلطاتك كثر ما هويتك. ما بين بعينه على كثر ما جاك، لو حسافة ليتني ما أعطيتك. الله. تخطي وعذرك تحمل خطايا، هويت غلطاتك كثر ما هويت. الله 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 يعطيكم الله. العافية. يسلم الصوت. يعطيك العافية. أكيد كل فنان يطمح للأفضل صحيح. أثناء صعوده على السلم، الهواية اللي هو يهواها أو حتى الوظيفة اللي هو متوظفها. إيش طموحك؟ والله طموحي ما له نهاية بصراحة، يعني أتمنى بس أجد يعني الفرصة إني يعني مثلا شركة منتجة أو كذا، عشان يعني أوصل إحساسي
بيوصل بس إيه إن شاء الله بيوصل إن شاء الله. لا عندك المؤهلات ما شاء الله، والصوت جميل وعزفك للعود بعد جميل، مو مجاملة ترى، ما شاء الله تبارك الله جميل. طيب في أغنية في خاطري أسمعها للفنان يزن السقاف، عشق الختام، والله ما تعرفها؟ والله من عيوني، لكن والله ماني حافظها والله للأسف. طيب خلينا نختم معك أغنية جميلة. حاضر. وش نبغى نسمع، يعني مخرجنا يقول ها ما بننهي، لا لسه نبي نطلب. حبيبي. طيب نرجع لشيء رابح. قبل رابح أنا ودي أسألك سؤال أستاذ سالم، هل ممكن أنت مثلا يكون هناك مثلا غناء لك بلهجة أخرى، مثلا نقول عراقية، مصرية، شامية، يعني تحب تدخل شوية في اللحن مثلا الغربي، يكون صحيح. يعني يكون في نقول ميكس ما بين العربي والغربي؟ والله في لهجات، يعني في لهجه يمكن اللهجه المغربيه غنيتها قبل كذا. الله. ايه لي اغنيه موجوده برضو، يعني الاغنيه معروفه اسمها ما زال ما زال. إيه هذه مشهوره جدا، يعني غنيتها برضو ما شاء الله في اليوتيوب موجوده في القناه. ما زال ما زال. ايوه سلام عليك. الله. برافو عليك. طيب نسمعها قبل ما نروح، نسمعها شيء جديد. طيب حاضر، ابشروا. يحضر لك الخير، تبشر بالجنه. عاد هذه الأغنية أخذت صدى كبير جدا. سألوا لي عليها جيبوا لي خبرها، إلى راهي مضبونة ولا مهانية، ولا مازال تجبد عليا، ولا خلاص راهي ناسية. ما تحكولهاش واش راه صاري فيا، باللي نحكي كي نتوحشها، ماشي لا ولات ليسيتها درت تبغيني سيبا. سألوني عليها جيبوا لي خبرها، إلى راهي مضبونة ولا مهانية، ولا مازال تجبد عليا، ولا خلاص راهي ناسية. ما تحكولهاش واش راه صاري فيا، باللي نبكي كي نتوحشها، ماشي لا ولات ليسيتها درت تبغيني ما زال ما زال عشقك في البال، ننساك محال يلي نسيتينا، وإلى طوالت الأعمار حكمة الأقدار، بلاكش نهار جيت سقسي عليا. هذه الحالة موهبة حبيبي صدقا. ما شاء الله. الله يسلمك. يعني كم أخذت وقت عشان تتعلم اللهجة؟ والله فترة يمكن تقريبا 6 سنوات 7 سنوات تقريبا. يعني تحية لشعب المغرب، نوجه تحية أكيد. جميل. فما شاء الله أتقنتها وجالس حتى، بس أنا عندي شيء ما فهمت ولا كلمة. اي لا بعلمك يعني, ان شاء الله. يعني ما شاء الله تبارك. لا شوف، يعني في الآن جالس أسمع أغنية هي منتشر أغنية مغربية صراحة، الإيقاع واللحن والصوت جميل. صحيح. بس ما أفهم وش الكلمات، لدرجة دخلت أبدو هي مخرجنا، مو هو هي غناها ماجد المهندس. صحيح جدا جميل. غناها الفنان ماجد المهندس، وكمان غنتها الفنانة شامة. هي ما شاء الله عليها، اللي هي شفتها جميل صوتها بصراحة فعلا. اللهجة انت عرفت تغنيها؟ طيب تعرف اللهجة؟ والله لهجة ثانية، لكن ان شاء الله لهجة ثانية اوكي، نقول ممكن مصري يعني. يلا اوكي. طيب قبل تفضل. لا تفضل عندك. قبل لا نختم فيصل، قبل لا نسمع فناننا، ودي اقول لفيصل شكرا لك ايضا. شكرا فيصل، شكرا لزملائنا، وشكرا لمخرجنا، وشكرا للبروديوسر، شكرا لكم انتم مشاهدينا. نقول لكم باذن الله. مشاهدينا الكرام، كانت حلقتنا لهذا اليوم بعد العيد وبعد اجازه جميله، ان شاء الله انها كانت حلقه جميله واستمتعتوا فيها معنا. كذا وصلنا لنهايه حلقتنا، وراح نختم مع فناننا سالم الشايع. لك كلمه اخيره تقولها قبل ما تختم عادي؟ احب اشكر القناه السعوديه الاولى، واحب اشكر برنامج صباح السعوديه وجميع الطاقم البرنامج. شكرا، يعطيكم العافيه. وهذه اهداء منك للمشاهدين صحيح؟ اكيد يلا تفضل. في امان الرحمن. تفضل.